تحية وسلاما، تحية حب وتجديد عهد وشوق كريم مصون إليكم واحترام السادة الأفاتارات في كل مكان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا على مستوى البث المباشر. ونحن يا أخواننا دائما بنتكلم من الشارع، دائما وأبدا بنتكلم من الشارع. ولو لاحظتوا الآن قدامنا يا أخواننا يعني الحملات بتاعة التفلت اللي هي الحاصلة الآن، الدعم السريع شغال الشغل بتاع انه يقبض اي عربيه او اي حاجه مهربه. يعني الشغل ده الان اي عربيه او اي حاجه فيها شكك مباشره بيتم التعامل معها بشكل قانوني. اذا ثبت انها ما حقت الزو، اذا يعني ما مسروقه ما كده بيخلوها. لكن الان الحمله شغاله على اشدها، ونحن هنا عبر البث المباشر بقول لكم انه الوضع الان في السودان يا اخواننا بيحتاج مننا اننا نقيف على يد واحده او بيد واحده زي ما بقولوا، لانه وضعنا الان يا اخواننا كثير من الناس استغلت الوضع ده، بقت تنهب بقت تسرق خلاص. لكن لما تكون في حملات وتضبط التفلت الحاصل وحملات تضبط الفوضى الحاصله، كده السودان ممكن نقول امشي لقدام، وكده السودان ممكن نقول امشي للامام. لكن اذا تركت اي متفلت ساكت انت بتدخل في مشكله. فهسي زي ما قلت لك انا بتكلم من الشارع خلاص. خليك من كتب الاستخبارات اللي امبارح اللي قالوا قبضوه برنامج خلاص وجايبين لهم صوره من 2021 مع 9 طويله. انا بتكلم معاكم الان من الشارع، ما بتكلم معاكم من بيت ولا بتكلم معاكم من حته. هذا الشارع قدامكم، العربات المقبوضه خلاص ظاهره جدا، والنازل اشاوي ذاتهم موجودين يعني متابعين الاحداث كويس. وايقاف العربيه القصد منه انه التاكد من انها سليمه واوراق ذاتها سليمه. وفي مجموعه من الشباب هنا قايمين بدورهم يا اخواننا بشكل كبير. برضو اي مظهر ايجابي بتقدمه قوات الدعم السريع هو دي حاجه يعني مشرفه خلاص. دي حاجه يعني تحسب لقوات الدعم السريع، تحسب للقائد محمد حمدان دقلو الفريق اول قائد قوات الدعم السريع. ومعروف انه حميدتي تبرأ من المتفلتين وقال الناس اللي بيسرقوا ده اللي احنا بريئين منهم عديل كده. يبقى معناها اي زول تاني بيتفلت او بيسرق الدعم ما حيرحم عليه عديل كده. ليه؟ لانه الكلام ده غلط بمعنى الكلمه كويس. واي يا جماعه قوه في العالم في التفلت فيها، يعني حتى الجيش باعتراف ناسه فيهم ناس بيتفلتوا كويس. وكل الان الحمله شغاله. وزي ما قلت لكم وانا بتكلم معاكم الان من الشارع، ما بتكلم من البيت ولا بتكلم وانا نايم كويس. الليله اللي هو الجمعه ده بث مباشر يوم 4/8. يوم ديل الناس المساكين يوم ديل يوم الناس دي مسكناهم وملوثين بالدعم السريع، لكن لا عندهم علاقه بالدعم السريع ولا بيشبهوا الدعم السريع. كلهم لقيناهم ناس مواطنين واحدين ديل ما مفهومين ذاتها. يوم شايلين لهم ثلاجات، شايلين لهم حاجات ما مفهومه ذاتها. هاي نحن بالنسبه للمؤسسه حقتنا دي ماسكين اكثر من 15 ولا 25 عربيه مسكناها حاليا دينا، ما لقينا ولا عسكري واحد تابع لنا عشان في العربات دي. الناس ذات لابس ساي لابسين لقينا واحدين لابسين فناين حقتنا الجاهزيه دي. اخر النهايات حققنا منه لقينا ما تابعين لنا ولا تابع للمؤسسه حقتنا. يوم ديل يا ودي شايف يا شايف هنا لا حول يا اخوانا. لاحظوا دي مشكله والله يا جماعه. يعني الان القوه بتوقف فينا الان كويس. طبعا ده مظهر خطير من مظاهر التفلت يا جماعه. وده بالمناسبه يحسب يعني الان لاحظوا كده الان القوه دي الان بتوقف العربيه كويس، بتوقف العربيه. واي عربيه مشكوك في امرها طوالي بيتم ايقافها كويس. ايوه دي عربيه كمان معاها عود بيعزف. ده قفش عليك الله. لا حول ولا قوه الا بالله. والله ما صح، والله ما صح. السلام عليكم، كيف الاحوال؟ ان شاء الله بخير. الله يخليك تسلم. السلام عليكم. الله يخليك. ايوه يلا دي الحمله زي الان شغاله يا جماعه. الحمله شغاله زي ما شايفين يا جماعه الحمله. ودي السيارات اللي هي بتجيف، دي السيارات اللي هي بتجيف. والان كما تلاحظون شوف التفتيش يعني حتى الحاجات المسروقه واضحه جدا الان. أيوة. قدامكم. الناس تعمل لايك شير يا جماعه لللايف، توصل معانا اللايف ده لابعد
لايف لابعد مستوى. الصفحه هنا باسم المعلق الرياضي احمد الضي بشاره. لاي زول بيشوف اللايف اعمل معانا متابعه للصفحه، اعمل اعجاب. طيب اذا شوفوا التفتيش، حتى الحفلات يا اخواننا ما خلوها كويس. ايوه طيب لحظه يا اخوان، الحاجات كلها يا يلا دي كلها دي اشكاليه كبيره يا اخي، دي اشكاليه كبيره يا جماعه كويس. حتى الحافله العاديه فيها تفتيش ليه؟ عشان اجراءات السلامه. الان في حاله من حمله ضبط التفلتات اللي هي من كونها القائد محمد حمدان دقلو برئاسه عصام فضيل، ولا كبير على القانون. يعني ايا كان الزول اللي بيتمسك مثلا وهو سارق عربيه. طيب اذا نحن طبعا الان عليكم السلام ورحمه الله. الله يخليك، كيف الاحوال؟ مساء الخير قدام ان شاء الله. الله يخليكم، الله يخليك، الله يخليك. السلام عليكم. الله يخليك، الله يخليك. طبعا نحن مع اللواء كومندان بلال اللي هو قائد الحمله نفسه. كما ترون يعني هو الان بنفسه الان بيتفقد وسير الاحداث، وانه اي عمليه بتاعت نهب او تفلت او كده قوات الدعم السريع الان بتنفذ في اوامر القائد بتاعه، بعكس الجيش اللي هو منقسم على اجزاء. الجيش قيادته ما موحده وخلافاته كثيره ومشاكله وصراعاته كثيره، لكن هنا بالعكس، هنا القياده موحده. الجمعه اللي فاتت طلع القائد محمد حمدان دقلو وقال كلام واضح، قال انه يا اخي نحن بنعمل على انه تتوقف كل العادات السالبه وتبرأ من العادات السالبه. ده إن دل فإنما يدل على تنفيذ قوات الدعم السريع للكلام اللي بيقولوا لهم قائدهم ذاته، للكلام اللي بيقولوا لهم القائد بتاعهم. الله اكبر. كويس. اذا انتوا بديتوا يا اخواننا. اذا انتوا بديتوا يا جماعه الحمله. الله اكبر. الشغل ماشي كيف؟ والله يا اخي الشغل 100 ها؟ ما في اي عوجه. الشغل ماشي 100 والله باذن الله. ايوه باذن الله تعالى ما خلي اي متفلت. ايوه الشباب دي اها جاهزين. يسلم نفسه الليله قبل بكره. نعم. والله السودان ده ما لعب. هو قال نحن ما حنخليهم، حنمشي لهم في دارفور في مناطقهم وكردفان، ما حنخليهم. ده العطا. نحن جينا له. كل العطا نحن جينا لك قبل ما تمشي لنا جينا لك. راجل امره. ونحن رساله. الله ينصفي اي واحد. طيب وان شاء الله البلد تكون طيب نظيفة. هسه الان الحمله مشت كيف؟ الحمله الحمله والله شغل 100 قبل ما نمشي لكم من بلا. نعم الحمله ماشي الحمد لله 100 100 والشغل ماشي تمام. والله نحن عندنا لا تنوم ليل لا نهار. كويس بالنهار نقبض المجارم، اي زول مدعي باسمنا نحن والله بنقبضه ونسلم العداله. العداله والله موجوده. أيوة. عندنا العداله موجوده جدا. ايوه ولا كل الناس تقول عداله ما في. ايوه والعداله موجوده وان شاء الله باذن الله نسيطر على اي متفلت. نعم. على اي زول بيدعي بيلبس جاهزيتنا نحن ويشتغل. نعم ده كلام ممتاز. عليكم السلام. الله يخليكم قدام ان شاء الله نسيطر على المواقف ان شاء الله. طيب كومندان بلال ده تغييرك يعني احنا ما عندنا كلام كثير، بس قاعدين نفعل الفعل. بالنسبه نحن للحمله الاس دي، الناس اللي بيسرقوا لهم ممتلكات وحاجه ما عندها موضوع دي وبلوثوا بها المؤسسه حقتنا، دي حاجه بسيطه نحن بنحزمها. بالنسبه وصيتنا لناس برهان وكباشي وياسر عطا، نحن لو كل يوم بنطارد فوقهم ما بنخليهم، والله لا في جهره بنخليهم، لا في خور بنخليهم، لا في نقع بنخليهم، يجوا يسلموا نفسهم. وكلامنا للناس الجيش العساكر، الناس ديل ما عندهم زني وما عندهم مشكله، خليهم يجوا ينطافوا. اذا ما عندكم مشكله مع ما القوات عندنا مشكله المسلحه. لا 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 أيوة. احنا مشكلتنا مع ناس 3 ولا 4 بس. أيوة. ما عندنا مشكله مع ناس. أيوة. اول مره في راسهم نائب برهان وياسر عطا والكباشي، ديل الناس عندنا مشكله معهم ما بنخليهم. ونحن والله اخر حاجه فضل لنا والله اخر زول ما بنخليهم، ده ما بنخليهم. بجهرتهم دي تموا سنه ما بنخليهم، تموا سنتين ما بنخليهم. ومشانا ده نحن والله ما بنقصر منه. نحن والله شيف ابنصينا ده صاجه ما بنرفع كرانا منه. يوم نلحق اخر نهايه نحن دايرين نقف فوق المحطه الاخر نهايه دي، نحن حتى بنقف فوق لكن ما اذا بنخليهم. انتوا بتنفذوا الان في تعليمات السيد القائد اطلعت بانه قبض التفلتات والحمله انها تشتغل. اذا القرار طوالي نزل عندكم عكس ما في الجيش القياده متعدده، انتوا القياده واحده. نحن القياده واحده. ايوه نحن توجيهاتنا من القائد اللي وجهنا بها بننفذها طوالي. ان الساعه 3 بالليل بننفذها. شفتوا الناس المخلصين كيف يا جماعه؟ ما قاعدين من النوم، ده ما قاعد من النوم. ونحن من الناس عرباتنا دي من المشكله دي دورت، عندنا خاشين 3 شهور وخاشين في رابع شهور، ده فراشنا ده مربوط. زول اخر نهايه مخدتك حمالاتك وبندقيتك. ما عندنا اي حاجه، لا عندنا مخده، لا عندنا فراش، لا عندنا بطانيه، لا عندنا اي حاجه. معقول؟ ونحن امرنا دوام نخليه.
والله يا شيخ مرنا دائما يخلون احنا وصلنا لناس الجيش خليهم يسلموا نفسهم ينطافوا لنا قوات الدعم السريع والامور تمشي على خير. لكل يوم بنطارد فوقهم ومشاكل. يونا كم مره خايشين بينا في اليوم الواحد نستلم منهم 70 80 عربيه اسرى 200 300 اسير. ليه الاهانه والجرجره دي خليهم يسلموا نفسهم. ونحن ومشانا ده ما بنخلي وشغالين بتوجيهات القائد. والله القائد يرمي لنا اشاره لما لنا اشاره دي اقل من دقيقتين نحن بننفذ القضيه. نعم. وحمايه المواطن اول مره البند الواحد المواطن ده ما بنلعب به. نعم. والله من شريانين الدم حق الوليد يعني الغاية لو قال خش المهندسين الان جاهزين. هسه كده بنخش طوالي هسه كده بنخش. يا جماعه يا جماعه الله يصبر صعب انا اقول لك حاجه. يعني احنا والله الغاية هسه حاليا موجه لنا قال لنا نخش مباشر اقل من 15 دقيقه نكون احنا بنشتبك والموضوع اللي فيها ده بننفذ طوالي بنستلم مباشره. مباشرة احنا ما طيب ده مبدول على توحد القياده في الدعم السريع انه القرار واحد لكن الجيش مراكزه متعدده. العطا براو والبرهان براو عثمان الحسين العطا عارفينه محله عارفينه محله قاعد العطا بس دارين كيف نوصل بس كيف تجينا العطا بقى فتنه. يعني كونك تقول للناس انا بصلكم في دارفور وكردفان يا اخي ديل ما سودانيين ولا نقول شنو احنا انا داير اقول حاجه دي ما قياده. انت يا صغير هذا ده قاعد خايشين في محل ما مفهوم انت قوتك كيف؟ وانا داير زول بتكلم ده قاعد خايشلوه ببترون جوا قوته دي كيف؟ اتفقد زي الغايد هو بيطلع طوالي بعربات راكب عربات قتاليه ومر في الجيش عرباتك عصر مارقات عصر مارقات المسا مارقات الصباح مارقات. ايوه امور شيف جيشه منتصر كيف وماشي كيف وشوف نقايصه شنو؟ نقايص الذخيره يتمم له. ده زول خايشين في جسر ده بيقدر احنا بيتكلم معانا. انا والله ممكن والله خابرين محلهم معروف والله عسكري حقنا قال احنا ما استخدمنا القوه المميته بعد قال المميته بنستخدمها لكن غير رساله العطاء اذا بيتكلم خليه يكون صاحي من السكر ما يصير يكون سكران حتى يتكلم لانه كلام يتكلم ده هو سكران عارف نفسه ما وعي نفسه يعني اذا كلام السيد النائب لما قال كلامنا ما كلام كاسات كان واضح كلام الغاية ده ما قادر يقول كلام مباح ساكت. نعم الغاية كلام مباح بيقوله ما في كلام اقول له صادق. نعم الزول ده اول مره قال لهم هوي الكلام ده ما بقى قال ما بقى قال اراح لقدام يا هو ده هسه اول حصل ده الغاية اللي من بدري الغاية خايف منه بس يا هو خلاص حصل يا اخي ما في بعد ما خلاص هسه عصم العاسو ده والله موصول يشربوا مويته ما في ونحن شغلنا ده ما بنخلي اخر نهايه منقطع في البلد المسؤوليه نقول لهم اخر طلقه هسي الكلام. يعني هم بيطلقوا في الميديا شباب لايك شير يا جماعه. هسه هم بيطلقوا في الميديا انه الدعم السريع ده هو انتهى وكله فضل فيه حكايه بتاعت كم نفر كده ولفتين وخلاص انتهى. انتوا بتقولوا لهم شنو هنا؟ يعني احنا بنقول والله لو ما ذاهب بيجوا 10 في بدل الدعم السريع ده الدعم السريع ده ما انتهى ماسك المواقع دي كلها ولا حينتهي. هسه حاليا دور عربيه دي تلف 3 ساعات 4 ساعات ما بتحدد مواقعهم 5 ساعات بتحدد مواقعهم. احنا بنتكلم من الشارع لا خايفين من طيران ولا غزال. درمان دي شركه ولا غربه هو دعم سريع. الخرطوم نفس الكيس لين تشيل من الليل مدخل حق شندي ما في يا ولد اقول لهم علينا بحاجه بجاي يقول لهم عليك لا يسرعوا علينا بحاجه قالوا جاي من عطبره دينا ورينا بفرق الصبر خير والله جاهزين طيب هسي الكلام ده كله هسه الان الحمله زي ما شايفين شغاله يا اخواننا. يا الحمله الناس دي شغاله وتعبانه جدا الان. العربات حتى لو بقت بتاع الدعم ذاتها بتوقف الا يلقوا الاثبات بتاعها حتى بعد ذاك يسمحوا لانه العربيه انها تمر كويس. دي من الحاجات يا اخواننا. اللجنه يعني الان هي بتحصر في الحاجات وبتستلم في الحاجات وزي ما قلت يا اخواننا انا بتكلم من الشارع. طيب عليكم السلام كيف الاحوال؟ الله يخليك تسلم بارك الله فيك الله يكرمك الله يحييك تسلم. موجودين في كل بقعة الارض تلف البلد دي كلها اي شارع. نعم احنا موجودين فوق وموجودين بكثره. نعم ما في زول يقول الدعم السريع ما في. نعم الزول الداير يقول الدعم السريع ما في اللي يجي يشوفنا بنفسه. احنا موجودين في كل نواحي الخرطوم. نعم داير ميدون نعم داخل وخارج. نعم الزول الداير اللي بيقول الكلام ده ما في اللي يجي يشوفنا نحن موجودين ان شاء الله. طيب ده ما تذكرني كلام ياجوج وماجوج لما قال البندق ده حميتي العربيه دي حميتي
لما قال الوطن دي كلها حميتي. صح الوطن دي كلها حميتي، كلها حميتي. محل ما تلفت بتلقى حميتي. اي ما عندنا اي مشكله. الناس قاعده شغاله. دايرنا حبابه 1000 يجينا. نعم. احنا قاعدين. رسالتك لشرفاء القوات المسلحه. رسالتنا لشرفاء القوات المسلحه اللي يطلعوا من الفلول. نعم. يجي ينضموا لخيار الشعب. نعم. يجي ينضم للدعم السريع حبابكم الف. نعم. اللي بيجينا كلها يزول بنال حقهم. نعم. ما عندنا اي مشكله معهم. نعم. احنا مشكلتنا الاساسيه مع الفلول. نعم. مع الكيسان، مع النظام البايت. نعم. المترددين داخل القوات المسلحه. اي والله. يا هم والمظلومين ابناء القوات المسلحه تعبانين عينهم طالعه. نعم. الواحد يشتغل 40 سنه وينزل الحقوق اللي بيدوها له ما تقري طالب سنه ما تقريها، كارو ما تجيبها له. لا حول ولا قوه الا بالله. كارو ما بتجيبها له. اي زول شرفاء القوات المسلحه اللي يجي ينضم لخيار الشعب ينضم للدعم السريع، يلقوا حقوقهم وحقوق ابنائهم وحقوق الشعب كلها داخل الدعم السريع. نعم ان شاء الله. ويا في التعليقات اللي بتقولوا قال خلي لي استخبارات تحدد محله، انا ما خايف ولا الناس زي الخايفين ولا شايفين في زول وشوينا قاعد يجيب ولا في زول خايف. انت نهائي اليدين اللي شايفينها شايفين انت الناس دي جاهزه ما في زول. انت انا ما خايف. البرهان ده يطلع من البدروم. المشكله لكن اسمع المشكله لكن كل لا يوسف عزت مانعه لكن لا يوسف عزت مانعه. كل ما يقولوا البرهان ده يمرق يوسف عزت بيقول لن نسمح له. لن نسمح له. يقول لن نسمح له. لن نسمح له. اي الحبس جوا. اي نعم تفضل. من هنا تحياتنا لاخونا الشاعر موسى حامد الرزاقي في دولة ليبيا الشقيقة وقدام يا معلم. نحن النصر جبناه وبنجيبه أكثر إن شاء الله. إن شاء الله. المنصورين نحن دون شك. إن شاء الله. يعني أعلم المليقين نحن هنا منصورين. إن شاء الله. الحاجة دي تحطها في راسك يا موسى وأرمي قدام ونحن منصورين. إن شاء الله. الله يديك العافية. ده كلام ممتاز. إذا يا إخواننا أنتم زي ما شفتوا الآن الناس تساعد باللايك والشير زي ما قلت أصحاب القضية. يا إخواننا من هنا الرسالة كل أبناء الهامش الموجودين داخل القوات المسلحة وشبكة سوداني الأسي قاطعينها الكيزان تحديدا الآن قاطعين شبكة سوداني لها أكثر من 5 أيام عشان الناس ما تعرف الحقائق وعشان يدوخوك القاعد برا وقاعد في الخليج وفي أوروبا عشان ما تعرف الحقيقة. كويس أنا بتكلم معاك ممكن قناص يصيبني كويس. زي ما قلت لكم نحن الان بنتكلم. يا ريت اي زول يعمل معانا لايك يعمل معانا شير لللايف بسرعه يا شباب. زايد ملصقاتكم ضروريه جدا. الناس ترفع الصفحه. المعلق الرياضي احمد الضي بشاره ده اسم الصفحه. اي زول يا اخواننا داير يتابع اللايفات اكتب الصفحه المعلق الرياضي احمد الضي بشاره يعمل متابعه طوالي ويعمل اعجاب عشان تجيه اللايفات ثاني. فاذا الرساله يا اخواننا الناس اللي بتقاتل دي الان من العساكر بتاعين الجيش الان هم اغلبهم من ابناء الهامش وكذلك الضباط خلاص. فبالتالي الرساله لكم يا اخي الحرب دي لا ناق لكم فيها ولا جمل. الحرب دي حرب بتاعت كيزان عنصريين طائفيين دايرين انه هم ككيزان يتحكموا في المشهد ودايرين عنصريه تنتشر في البلد. والكلام ده الشعب السوداني واعي به. عشان كده لو لاحظتوا ما في زول مرق ذاته ما في زول مرق مع الجيش كويس. يعني من البدايه من اول يوم كان ممكن يمرقوا مع الجيش لكن ما مرقوا. ده دليل على انه الجيش تعبان. معناها الجيش بيفتقر الان حتى للحاضنه الشعبيه. الان الدعم السريع بيملك حاضنه شعبيه كبيره جدا في ام درمان في الخرطوم في بحري في دارفور في كردفان في سنار في النيل الازرق كويس في النيل الابيض في الجيش عنده حاضنه اعلاميه بس ما عنده الجيش عنده حاضنه اعلاميه. الجيش عنده حاضنه. رساله من هنا يا ابناء الهامش اتحدوا. يا ابناء الهامش اتحدوا. الرساله لكم ثاني ومره اخرى كويس. الرساله لكم ومره اخرى يا ابناء الهامش اتحدوا. اتحدوا يا ابناء الهامش واجيبوا صفا واحدا انسحبوا من المؤامره. انتوا الان انت بتسمع في اللايف ده الان وقاعد جوا القياده ولا قاعد في البعث تعال سلم نفسك لناس الدعم كويس. الرساله زي ما قلت لكم الحرب دي الان في ناس مدورينها ودايرين انك انت تكون الوقود والحصب بتاعها خلاص. ان او اربع بنفسك عن الحاجه دي كويس. ومن هنا برضه تحياتنا للنقيب سفيان من هنا سفيان محمد زين بريمه. القطا بين راسك صلاتك جايه يا معلم بين راسك. القطا بين راسك والله يا القطا تقول الروح. عبد الرحمن دي يا لينا يا ليك انت بس اثنين بس يا نحن يا انت بين راسك
بين راسك ده كلام خدته اثنين بس يا نصر يا جهاد والله يا نصر بين راسك بين راسك ايوه البل جاي اذا الرساله لكل ابناء الهامش يا ابو شنو ده اخواننا. شايفه ابقوحه قلب النصارى ده بيتعرفه ابقوحه قلب النصارى ده بيتعرفه تمام مش صح والله يا البل جايك والله تقول فوق نكب. طيب يا اخواننا من هنا الرساله خلاص. وانا لما نعمل لايف من الشارع يا اخواننا انتوا قايلين يعني ما معتقدين انه ممكن اصاب، وانت قايل لو عملته من اي حته ما متوقع، ولو ما عملت ذاته وانت قايل ما متوقع انه اصاب، لكن الايمان بالله في انت البريد ربنا هو اللي بيبقى خلاص. فنحن من هنا رسالتنا ابناء الهامش، انتوا الان بتقاتلوا في معركه هي ما حقتكم يا اخي، ولا انتوا امركم سلموا نفسكم للدم. طيب معانا واحد من الكومندانات. يا كومندان الليله المعركه دي الغالبيه فيها من ابناء الهامش كويس زي ما انت عارف. الغالبيه كلهم اللي بيلقطون بيجيبوهم اللي بيعتقلوهم وبموتوا كلهم صح؟ بياخذوا المعارك كلهم ابناء الهامش. طيب تمام. الان اذا هم سلموا نفسهم من سلاح المهندسين ولا سلاح المدرعات ولا القياده ولا الاشاره ضباط ولا عساكر، هل حتتعاملوا معاهم معامله سيئه ولا معامله حسنه؟ نتعامل معاهم معامله حسنه. احنا الزول مضروب في ارض المعركه بنتعامل معاه وبنرفعه وبنوديه المستشفى وبنعالجه وبنتعامل معاه تعامل بحزن وبنعمل له لايف عشان اهله يطمنوا عليه. يا سلام ده كلام ممتاز. اذا الان عليهم يمرقوا لهم الامان. يمرقوا لهم الامان، ما عندنا معاهم اي اشكاليه. نعم بنقول لك انك ما تجي بقول لنا والله نموت سويا. نعم خذوا العصايه نعم احنا جاهزين ما عندنا. ديل ناس خايفين، ديل ناس خايفين. شيف العصايه ده زول خايف. بقول ما تجي ما تجي بقول لنا بنجي ما بقني. ده زول خايف بس. شايفين الشرف ده ما ساي. احنا الشرف ده لما بنقوم على الطريق اكبر. ايوه الخوف كويس. وين كويس. نحن في خواتيم البث المباشر ناس تعمل لايك شير يا جماعه. الناس تعمل لايك شير زايد انه تعمل ملصقات وايضا تثبت معانا الصفحه بالمتابعه. اي زول يعمل متابعه واعجاب، اي زول يعمل الان متابعه واعجاب. نحن بننقل الاحداث من الشارع، ما هاربين ولا مختفيين ولا نحن قاعدين وبنعمل في اللايفات من الشارع. خلوني من الاشاعات اللي بيجيبوها وخلوني من الكلام اللي بيقولوه الشائع الفكوه امبارح، وخلوا اي زول يتصل علينا وانه الاستخبارات قبضت احمد الضي وانه ده جاء بعد التهديد اللي جاء من ضباط في سلاح المدرع في سلاح في كرري، قالوا انه احمد ضي هدرنا دمك. يا اخي اقول لك حاجه، يا اخي انت غلبك الدعم خلاص قبلت على المدنيين. والله فرحان بالتلفونات دي، فرحانين بالتلفونات. والله لو فرحان معناه كده كيزاني سخي. ايوه قول لي كده. هم شايف حتى بيلبسوا نظارات كويس كده يا كومندان بلال. لحظه نحن دايرين نختم اللايف الان وانت معانا. عندي لك سؤال الان، والشباب طبعا بيستمعوا الان في اللايف بيشاهدوا الان من داخل وخارج السودان. يا اخي الليله المعركه دي زي ما قلنا هي ابناء هامش بيقاتلوا وبموتوا الان خلاص. الليله ابناء الهامش جيل كويس اذا سلموا نفسهم جوكم قال لكم نحن عساكر وضباط، ها رايكم تعاملكم معاهم كيف؟ والله نتعامل معهم احسن معامله. نعم. اول مره الجريح نزعفه مباشر. ممتاز. والمريض بنعالجه مباشر. نعم. والجيعان بنيكله وبنشربه ونتعامل معه معامله محسنه. نعم. ما نحن ما عندنا معامله معاهم كعب ولا معامله شين ولا حاجه. نحن قلت لك قضيتنا دي مع 3 انفار ولا 4 انفار. 3 انفار الناس الروس المعروفين ديل. نعم. يعني نزول ندبهم معروفين، ما ندبهم برضه معروفين. اذا من سلم نفسه الى الدعم السريع فهو امن. امن امن يا مان. ونحن حمايته. معنا ده رايكم انتوا كده جماعي كده، ده الغاية طبعا هي، لكن اذا اللي بيسلم نفسه امن. والله يا اخونا لو ضابط لو عسكري. والله العسكري شيل بعينه. يا سلام. شيل والله براسه. دي الاخلاق كده، دي الاخلاق. بينما الجيش ضد الاسرى. نحن اخوان. نعم. ما عندنا مشكله مع الجيش ولا عندنا مشكله مع المؤسسه العسكريه نهائي. الجيش والله في روسيا للان يا سلام. ولا زال اخوان. يا سلام. لكن يا اخوان والله يا شرفاء الجيش اسمعوا الكلام ده والله. اسمعوا الكلام ده. لكن كلامنا في الكيزان القايدينهم لهم هم دين بس. لكن هم ما عندهم مشكله معنا لا زال الان. والله للان يدنا لهم بيضه للسلام. ممتاز ده الكلام. اهو يا كومندان بلال. والله يا اخي نحن اصل كلام كثير مال. نعم. نحن بالنسبه لنا ديل انجونا يا اخوك حبابهم 10 تشيلهم في الراس. تشيلهم والله في الراس. الارض دي بقت لهم ضي روسنا دين نوزعهم في روسنا دين نشيلهم. نعم. عارفين؟ نعم. جونا بالبنيه والشلوت برضه حبابهم 10 والله مليونين مره. نعم. جونا بالبنيه والشلوت ده نحن والله معاهم قدرهم. نعم. عارفين؟ نعم. ونحن كلام كثير ما عندنا. ليه يكون يوم جارين ونحن بنطارد فوقهم، القوه جاري وبتطارد فوقهم، ويا ما حركوا متحرك بسقط في دقائق. خلوهم يجوا يسلموا نفسهم للاهانه والعذاب. وقعوا في المويه ما خلينا، وقعوا في المويه، وقعوا شفتها؟
وقفوا في النفايات في المويه جوا في البحر. يا جماعه يا جماعه عليكم والله ده بهين في الجيش ده كده يا اخوانا. ليه يا جماعه؟ الكلام ده ما يقدر ما نصدقوا كده. خليه يشوف المقاطع حق التليفونات دي بيلقاها براه. شو الناس كلها الميديا شايفة. شوف كل شيء شوف الميديا، الناس كلها شايفه في الميديا بس. نعم نعم كلام نحن ما عندنا كلام كثير. نعم. اي زول عنده شبكه يا اخواننا شغال الان بيشاهد في اللايف ده من السودان من العساكر الضباط، يا جماعه اتحدوا، والمستنفرين من ابناء الهامش اتحدوا، انكم ما تقاتلوا اخوانكم ولا تقاتلوا عشان يعم السلام. السيد محمد حمدان رسالته واضحه، قال اذا انكم ابعدتوا القياده الفوق نحن خلال اليوم الثلاث اربع شخصيات نحن خلال 72 ساعه بنوقف. طيب يا اخي انتوا رافضين العرض ده ليه؟ ليه بتبقوا ابو وقفتنا؟ ليه تفتنوا الناس؟ ليه يموتوا الناس؟ خلاص نحن بنوصل الرساله، والاعلام الصادق الذي لا يكذب اهله، نحن بننقل في الخبر الان زي ما هو. فعلى الشرفاء تسليم نفسهم. الحمله مستمره مش كده؟ مستمره؟ نعم مستمره سنتين ثلاثه مستمره، ما بنقف ولا يوم بالليل مستمره. اي عربيه اي موتر اي موتر أيوه. عن اي حاجه شفتها؟ ايوه نحن عاملين القوه دي بسمعه بطاله. نعم. نخليها طوالي. نعم نعم ودي توجيهات من القائد. نعم والقائد نحن وصيتنا له نعم جيش ده جاهز 24 ساعه ليل ونهارا. دي رساله للقائد محمد حمدان دقلو. نعم معك فيه جيش جاهز كل راسه فوق. ونحن فهمنا شنو ليه ترددوا لنا يومين وثلاثه. الناس القائد يشوفوا سلموا ما بيسلموا يا اخي. نحن ذاتنا ملينا يا اخي، ملينا الناس مشتاقين لهم اشتياق عديل كده، مشتاقين لهم دار نخش لهم جوا في اقرب محل بنخش لهم. نعم ما يتصلوا علينا ساكت. احنا عندنا قرار ثاني نشوف اشغالنا ثانيه يا اخي. تجوا الحياه بعد نشوف خلاص. الحاجه الثانيه نشوف اشغالنا، لكن ديل النفاذ احنا معنا ما والله ما بياخذوا معنا زمن. اذا الجيش لو داير السلام يا اخي يسلم الاربع خمسه دول يريح الناس يا اخي. دار الشر المشاكل برضه حباب ونحن معاه. لا يسلم الطغمه الفاسده اللي قال السيد القائد دي وخلاص انتهى الموضوع على كده. اي صح. ثاني الناس تشوف حياتها وين واشغالها مش كده يا اخواننا. التفلتات وحسم امر جميل، والتوجيهات بتاعت القائد محمد حمدان دقلو الان قاعد تنفذ على ارض الواقع بقياده الكومندان بلال الان. وانتم بتشاهدوا الان الالاف عبر البث المباشر من داخل وخارج السودان. الان الحمله شغاله، وجبنا حاجات قبل شويه انها اتقبضت، وما حتجيب الحمله دي ابدا لغايه ما يجيب التفلت، طالما الامر جاء من القياده وجاء من اللي هو موكل به عصام فضيل. الان شغاله بشغل ممتاز. كلمتكم الاخيره شنو يا اخواننا؟ قوانين العساكر وصيتنا محمد حمدان دقلو قدام بس والله يا نصر يا شهاده. نعم نعم. السيد الكومندان كلمه اخيره. والله نحن ما عندنا كلام كثير، نحن كلامنا بس زي ما عساكر دي قالوا، والله نصر والله شهاده، بس من الاثنين دي واحد. ولو سلموا ما عندنا كلام. راسنا ده بيشيلهم في راسنا ده فوق. هذا الكلام كده يا اخي. شكرا. ونسال الله انه تعود الحاجات دي لاصحابها ان شاء الله. ان شاء الله. وطبعا في مواطنين بيكونوا جو استلموا منكم حاجات هنا مش كده؟ كميه جو استلموا حياتهم بس حاليا دي جو شالوها من هنا 15 عربي استلموا حياتهم وفاتوا. طيب ده كلام ممتاز جدا. طيب ده من قبض التفلتات ذاته الناس يعني كلها لقيناها عساكر. لا انت لا عساكر كل الناس متفلتين ساكت ولا بنعرفهم ذاته. ادعوا انهم دعم مرات. انا داعم تابع كده تابع كده. والاعلام بتاع استخبارات الجيش شنو شغال. ايوه نعم كويس. شكرا لكم يا اخواننا. والناس اللي بتهددوني وتضي حتحصل لك وحيعمل لك، لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. كويس. وزي ما انه الناس زي الان قاعدين في الشارع وقاعدين في الشمس ومعرضين للهلاك. كويس. انا ما روحي ما اغلى من روحهم، ولا روحي اغلى من ارواح الشهداء الصعدوا الماتوا، لو عسكريين لو مدنيين. فيبقى ما تقعد تهدد وانت قاعد لي في اوروبا ولا خاش لي باسم مستعار. كلكم استخبارات جيش معروفين بيتعلقوا بالتعليقات دي، ومنكم اللي بيتواصل معانا في الواتساب عشان يحاول يقلب خطنا، والجبان بعد ده ضعيف وعنده داسي من الناس اللي بيبحثوا عنهم. فنسال الله السلام يا اخواننا، ودعواتكم للسودان بالسلام ان شاء الله. ده الكلام. يلا ورا مؤمن قدام. ورا مؤمن تماما. ايوه قدام بس قدام. شكرا جزيلا لكم يا اخواننا وحياكم الله. الساده الشباب، الصفحه باسم المعلق الرياضي احمد الضي بشاره لانها بتظهر في صفحات ثانيه، بس اكتب المعلق الرياضي احمد الضي بشاره بتجيك ان شاء الله الصفحه. اعمل عليها متابعه واعمل عليها اعجاب زائد ملصقات. شكر الله لكم. الله اكبر. شكر الله لكم وشكر الله للجميع ان شاء الله، وربنا يوفقكم ان شاء الله يا جماعه في مسعاكم بتاع قبض المتفلتين ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تعالى. والتحايا لكل المستشارين القائمين على الخدمه دي بقوه. شكرا جزيلا لكم يا اخواننا، وتحياتي وسلامي لكم. يلا السلام عليكم. لايك شير.